حلوه قوي لعماد، احلى البركات، فرصه البركات، شاط بركات، والهدف الاول للنادي الاهلي، والهدف الاول للنادي الاهلي. الفيلم اتعمل حلو قوي، السيناريو والحوار ثم الاخراج. جميله 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 من محمد شوقي لعماد متعب، حطها اللمسه واحده لمحمد بركات، فات جري دخل شاط سجل الهدف الاول للنادي الاهلي وتحمر المدرجات. ده الاخراج الصحيح، اتعملت حلوه قوي قوي اهو حضراتكم، تمريره عماد، لكن ايه بركات واقله، عماد تخبط توصل مره ثانيه لعماد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الهدف الثاني للنادي الاهلي. حسن مصطفى، والله بقول يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، اللمه والشوطه والترقيصه ولا اجمل، والصده من رافائيل، والمتابعه ولا اروع، والهدف ولا احلى، والاهلي 2 والترسانه لا شيء، ولسه المباراه فيها كتير. 2-0 لصالح النادي الاهلي. هنا يا جماعه بصوا على المهاره، بصوا على الذكاء بتاع اللعيب، عماد متعب فات حلو قوي. بصوا هو ده الجون، ده اصل الجون، اللمه والتفويته والترقيصه والتسديده ومتابعه حسن مصطفى. ادي الهدف الثاني للنادي الاهلي. مين اللي يقدر على الاهلي؟ ده العنوان الكبير. رافائيل صد عايش كويس، توصل لابو تريكه وفرصه لابو تريكه وعماد متعب وجول عماد متعب. عماد متعب خطأ من دفاع الترسانة، توصل على طول عماد متعب، لم المرة دي وعلى مهله وبيسجل الهدف الثالث. 3-0 الدقيقة 80 والهدف الثالث للنادي الأهلي. خلصت المباراة تماما بالهدف الثالث. قلت لكم انا بعد الجون الثاني لسه فيها خطأ من دفاع الترسانة، لكن بص حضراتكم ابو تريكه هنا الاستلام، خلي بال حضراتكم طولت شويه لكن على طول لماها بمهاره وحطها. ده الفرق، بصوا حضراتكم طولت اهي، لو جوده متقدم 3-4 خطوات زي عصام الحضري كان قطع ومسك، لكن المهاره